اهلا بيكم يا حلوين. معاكم ميسون من قناة سموز لوك. النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة شوية عن اللي احنا بنعمله للشعر والبشرة والحاجات اللي تخصنا احنا الكبار. هنتكلم على حاجة تخص البيبيهات، لكل ام عندها بيبي ومحتارة تجيب الشامبو اللي هو السانوسان ده ولا لا، ولا الصابونة بتاعته ولا لا. ودي الحاجات اللي انا بصراحة جربتها وحابة ان انا افيدكم بيها، ويعني قلت اتكلم معاكم شوية في الحاجة اللي ضايقتني واللي انا حبيتها في الشاور والشامبو ده، لان هو اتنين في واحد. لو فعلا الفيديو ده يهمكم تابعوا معايا الفيديو للاخر. بس الاول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. هو يجي، فقلت ان انا اجيب اللي هو العبوة اللي هي الشامبو والشاور دي اللي هي الزرقاء. خلاص، بصراحة قلت هي حاجة يعني اتنين في واحد، وهستخدمها وهتقعد معايا فترة طويلة جدا. وفي نفس الوقت سمعت ان هي يعني الشركة كويسة وده احسن منتج للبيبيهات وقلت اجربه، وخصوصا ان هو طبعا، ودي حقيقة بصراحة فيه، ان هو خالي من البارابين والسيليكون والبرافين، وخالي من اي مواد كيماوية، وليه رغوة حلوة برضو. فقلت بصراحة اجيب واجرب العبوة دي، وخصوصا ان اللون ده هو اشهر حاجة يعني من الشركة دي اللي هي سانوسان. ولكن بصي، هي العبوة كبيرة 500 ملي، ولكن انا لاحظت ان هو ريحته هاديه جدا جدا. ودي حاجه انا ما بحبهاش في منتجات الاطفال، يعني لان مهم قوي. الطفل ده صعب ان احنا نحط له اي حاجه تديله ريحه كويسه، وخصوصا مع الرضاعه واللبن والحاجات دي. يعني مهم وهو بياخد الشاور بتاعه نديله او نعمله نستخدم له حاجه تكون الريحه بتاعتها بتثبت في البيبي. لكن للاسف اللون الازرق ده للاسف ريحته هاديه جدا جدا. ما ريحته ما ثبتتش معايا خالص، ودي حاجه ضايقتني لانه كمان سعره غالي قوي يعني. سعره 200 جنيه دلوقتي، وصل العبوه اللي هي ال 500 مللي. ايوه، هي قعدت معايا كتير، يعني حوالي 4 شهور، وكنت بستخدمها له في كل حاجه، حتى لما بغير له البامبرز يعني باجي يتشطف او كده. كنت بحب استخدمها له، لان قلت برضو ايه من الحاجات اللي هي ما فيهاش اي حاجه تضر البيبي وتعمل له التهاب. ولكن انا ضايقني جدا ان انا كنت بحطه له كاني ما حطيتلوش اي حاجه، يعني ريحته تكاد تكون معدومه، ما فيش. يعني حتى هو بياخد الشاور انا ما كنتش بشمه، ريحته هاديه قوي، ما كنتش بحسها قوي يعني. فبصراحه قلت اجرب اجيب نوع تاني لما العبوه دي تخلص. فجبت، حبيت ان انا اجيب العلبه دي، يعني جبتها. هي ريحتها شويه قريبه من الموز. هي برضو شامبو شاور زي ما انتم شايفين، هي اتنين في واحد. فقلت اجرب، يمكن تكون الريحة اقوى شوية، يمكن الريحة تثبت فيه. وبصراحة كانت نسبة الثبات اعلى من الزرقاء بحوالي 30%. ودي حاجة بالنسبة لي انا مهمة. انا عارفة ان دي مش وظيفة الشاور ان ريحته تثبت، بس زي ما قلت لكم ان البيبيهات مهم جدا ان انا يعني ابقى بستخدم له حاجة تكون ريحتها كويسة، وممكن تفضل شوية تحسسنا كده بريحته ان هو نظيف واستحمى، والموضوع فيه تغيير، يعني فاهمني. فيعني بصراحة اقتنعت قوي بالريحة شوية اللي هي العبوة اللي هي دي. سوري يا بنات، معلش. اقتنعت شوية بالعبوة دي اللي هي اللي بالبنانة دي، او الصفرة، اكتر من العبوة اللي هي الزرقاء. بصراحة يعني اقنعني ده اكتر من ده. فقلت هكمل عليه، والمرة الجاية في واحدة لونها برضو بينك كده، قلت اجربها. فهجربها برضو اقول لكم تجربتي فيها. وجبت برضو اللي هي الصابونة بتاعت البيبي، برضو دي اللي هي برضو حاجة كده بنستخدمها، اللي هي ممكن ان احنا بعد تغيير الحفاض وكده ممكن نستخدمها له. دي حاجة برضو كل منتجات سانوسان باللي هي بروتين الحليب، ودي حاجة برضو من الحاجات الكويسة يعني. بتدي نعومة للجلد، وبتدي المفروض انها بتدي ريحة حلوة برضو الكلام ده. بصراحة ريحة الصابونة عجبتني، يعني ريحتها حلوة، ريحتها هادية وناعمة، بتنضف حلو. خلاص، ممكن نستخدمها، هي الصابونة هي شكلها خلاص. فريحتها عجبتني، وقلت برضو ايه هكمل عليها. هي شركة كويسة، بس هي مشكلتهم بس ان الروائح بتاعتهم هادية شوية، وفي نفس الوقت غالية جدا يعني، مقارنة بقبل كده. الحاجات عندهم عمالة بتغلى جامد، يعني العبوات دي
بكام؟ ب200 جنيه، اللي هي الشامبو والشاور مع بعض. الصابونه بحوالي 34 جنيه، بس برضو ممكن تقعد معايا فتره. بس كده، انا قلت اقول لكم على المنتجين دول، وان شاء الله تكون التجربه عجبتكم. واستنوني يلا في فيديو جديد، وان شاء الله انزل لكم بريفيو جديد يعجبكم برضو. والسلام عليكم.